ذات مرة رأى مدير المدرسة أحد الطلاب وهو يشعل سيجارة عند باب المدرسة. نظر إليه المدير بوجه عابس وقال: يومك أسود، تشعل سيجارة في المدرسة، تعال إلي غدا في المكتب. في اليوم التالي جاء الطالب إلى المدرسة وهو يرتجف. كان المدير مشهورا بأنه ثقيل الظل، وكان الطالب يتوقع فصلا ل3 أيام على الأقل، ووجهه تغيرت ألوانه من الخوف: أصفر، أحمر، أخضر، كأنه إشارة مرور بشرية. لكنه قرر أن يتصرف بذكاء. قبل أن يذهب إلى المدير اشترى قرطا من الذهب الصيني ب5 جنيهات، وقبل أن يفتح المدير فمه أخرج الطالب القرط وقال له ببراءة: وأنا أصعد السلم وجدت هذا ويبدو أنه ذهب فأحضرته. لمعت عينا المدير وقال: يا لك من أمين، هذه هي الأخلاق التي نبحث عنها، لكن لا تدخن مرة أخرى. رد الطالب قائلا: حاضر يا أستاذ. وقبل أن ينصرف مد له المدير ورقة نقدية، خذها الطالب بكل تواضع، لكنه قال في نفسه: 5 ثمن القلادة، والأخرى أشتري سجائر.